الذي كان مستعدا أن يضرب كل ما تمثله الملكية للعبيد بحاله. أمريكا كانت لا تريد للجزائر أن تتحرر، وتم دعم لوعيس. وانت عندك الدم على اليدين، الدم ديال عمر بن جلون، انت من بين القتله المباشرين، كنت في ديك المجموعه اللي مشات تعرضت لعمر بن جلون وقتلاته. هذه شواهد ديال الناس اللي كانوا معك في الشبيبه الاسلاميه، اقولها من هذا المنبر واتحداك. اعتقد بان الايام ديال مادورو ستكون معدوده. ولكن استاذ شفت باللي الشعب الفنزويلي مع مادورو، بان هذا السيد هذا فوزي القجع ممنوع عليه يدخل امريكا، ومطالب من طرف العداله الامريكيه. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأسبوع. وفي هذا الأسبوع غادي نتكلموا على التصريحات الأخيرة ولا الهجوم الغير المباشر للسيد عبد الإله بن كيران ضد ناصر الزفزافي، والرد هذا الأخير، الرد القوي اللي جاوب به ناصر الزفزافي على تصريحات بن كيران. غادي نتكلموا على هذا الشيء في الجزء الأول من الحلقة. كوارث المغرب بين فيضانات أسفي وسقوط العمارتين في فاس، كذلك الفيديوهات اللي تتخرج مؤخرا لضحايا الحوز الذين لا زالوا يفترشون الأرض في غياب تام للمستحوذ على السلطة في المغرب الملك محمد السادس الذي لا زال يقضي في عطله خارج المغرب. ما هو دور هذا الأخير وكيف يرى المخزن الشعب المغربي ولا بين قوسين المواطنين ولا الرعاية ديال الملك محمد السادس؟ في الشق الدولي غادي نتكلموا على المهلة اللي عطاتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مبادرة الصلح بين المغرب والجزائر. المهلة ديال 60 يوم انتهت، فماذا بعد؟ واش غادي يكون هناك عقوبات على المغرب ولا الجزائر؟ وكيف ستكون ردة فعل هاتين الدولتين؟ في الحدث الأخير ودائما في الشق الدولي غادي نتكلموا على صراع فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية والتصعيد الذي هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا. ما هي الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذا الصراع؟ هل هي بالفعل حقوق الإنسان أم الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي أم استغلال الثروات الطبيعية الفنزويلية أم هو صراع غير مباشر بين أمريكا والصين؟ ما هي حدود دونالد ترامب وهل ستقوم حرب بين الدولتين؟ كل هذه الأحداث ونقط أخرى سنحاول الإجابة عليها في حلقة هذا اليوم من برنامجكم حصاد الأسبوع، ودائما مع الدكتور والبروفيسور السيد محمد البطوي، فابقوا معنا لآخر الحلقة. أهلا بكم الأستاذ محمد البطيوي مرة أخرى في هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذة دنيا فيلالي، وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج الشيق ويعني الهام اللي تتعرض فيه واحد مجموعة ديال الأشياء اللي ما يمكنلاش تعرض في أماكن أخرى. إذن هذا منبر لمن لا منبر له. شكرا أستاذ. غادي نبداو بالتصريح مرة أخرى مع السيد عبد الإله بن كيران الذي ربما أصبح ملكيا أكثر من الملك. كيحاول على أنه في التصريحات ديالو يحاول الدفاع عن الملكية أو عن شخص الملك بصفة عامة. هناك مصادر كتقول الأستاذ محمد البطيوي بأن السيد عبد الإله بن كيران باغي يولي مستشار للملك ولا باغي يولي الهمة رقم 2. هذه هي بعض المصادر اللي كنشوفها كيهضروا على السيد عبد الإله بن كيران خصوصا فيما يخص التصريحات الأخيرة. دونك هذا الأسبوع خرج مرة أخرى السيد عبد الإله بن كيران هاجم بطريقة غير مباشرة المعتقل السياسي السيد ناصر الزفزافي. غنخليكم على الاكستري ونرجعوا نعلقوا عليه الأستاذ محمد البطيوي. دابا كون ماشي الملك هذاك ناصر الزفزافي غادي يخرج يمشي للكنازه ديال باه. مع الاسف خرج كيشكر المدير ديال السجن
واش المدير ديال السجن يقدر يخرج لك باك السي ناصر الزفزافي؟ الملك اللي خرج لك باك وخلاك طلعتي وتتخطب كزعيم وما وقع لك حتى شي حاجه. دونك استاذ قال لي الملك اللي خرج لك باك، ولكن ما قالش لي الملك هو اللي دخلك الحبس. دونك خرج الاستاذ درج السيد ناصر الزفزافي بواحد الرساله اللي تنشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشرها احد الاقرباء ديال ناصر الزفزافي، وكان رد سريع. الرساله يقول فيها السيد ناصر الزفزافي، وغادي نشاركوها معكم هنايا. رساله لهذاك غادي نقرا كما كتبها ناصر الزفزافي. رساله لهذاك بن كيران من الاخ العزيز ناصر الزفزافي بعنوان: أفضل أن أقضي بقية عمري في السجن على أن أكون مثلك ينحني ليحمل الفتاة متورطا في خيانة الوطن وشعبه. لقد حاول المدعو عبد الإله بن كيران البوق المهرس عتابي على عدم شكري للملك، وكأنه صار ناطقا رسميا باسم الديوان الملكي أو مكلفا بالرد عليه بالنيابة. ولكن في الحقيقة هذه الشطحة ما هي إلا واحدة من شطحاته المعهودة التي يبتغي بها التملق والتزلف. لعلمك يا من دل البلاد وأهان العباد، أنا لا أحب أن أحمل القلم الأحمر لأصحح الأخطاء، لأن مداده يذكرني بقطرات الدماء التي سالت مني أثناء التعذيب الذي تعرضت له في عهد حكومتكم الفاسدة. ولكن ما أستطيع أن أقوله لك باختصار، رغم أنك في الحقيقة من الذين رفع عنهم القلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت فعلا تخاف ربك ويوم الحساب لكنت كرست كل وقتك في الاستغفار والتوبة بدل الخوض في أمور أكبر منك بكثير. أما أنا فلست دابة حتى تركب على ظهري لتصل إلى مبتغاك السياسي الوقح. دونك أستاذ بقاتي يجاوب فيه بواحد الطريقة اللي كيشوفها ناصر الزفزافي تليق بالسيد عبد الإله بن كيران. وقال كذلك: شتان بيني وبينك، ورغم أنه لا مجال للمقارنة بين من يقضي سنوات من عمره في سبيل مبادئه وبين الذي خان كل شيء مقابل سلطة زائلة ومال لا يغني ولا يسمن من جوع أمام الله يوم القيامة فأنت بالذات آخر من سيعلمني مكارم الأخلاق، يا من ظلم المغاربة واللاعق الأحذية ليعيش الرفاهية والبذخ. تتقاضى 7 ملايين سنتيم بينما أنت لا تستحقها، ورغم ذلك لك بطن مثل الأفعى لا تشبع. بينما هناك من المواطنين من يفترش الأرض ويلتحف السماء لأنه لم يجد مالا يستأجر به بيتا يأويه وأولاده من البرد، ومنهم من يأكل حاويات المزابل ليسد به رمقه، وأنت تأكل ما لذ وطاب. فأين مرجعيتك الدينية؟ وأين قال الله وقال الرسول؟ كان من المفروض أن تعاتب نفسك على ماذا تستحق 7 ملايين سنتيم قبل أن تعاتب الآخرين، بعيدا عن لعق الأحذية والتملق. والحقيقة هي أن كلمتنا التي ألقيناها من سطح منزل والدنا رحمة الله عليه التي أزعجتك وأزعجت أمثالك لا شكري للمدير، لأن ملايين من هذا الشعب والناس في الخارج والصحافة والإعلام الدوليين تفاعلوا معها بعدما اكتشفوا زيف الاتهامات والجرائم التي شاركتم فيها أنتم ومن دفعكم ودفع لكم لتشهدوا الزور طمعا في السلطة قبل أن تطردوا منها مذمومين مدروحين. صلاحيتكم عندي بزاف ما نقول عليك وليك، ولكن ما عنديش الوقت. دونك هذه كان مقتبس من الرسالة التي نشرها أحد أقرباء
أحد أقرباء السيد ناصر الزفزافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رد فيها بشكل قوي على تصريحات السيد عبد الإله بن كيران. أستاذ محمد البطيوي، قبل ما نمشي وتعلق لنا على شنو قال السيد عبد الإله بن كيران والرد ديال السيد ناصر الزفزافي، ولينا كنشوفوا كما قلت في البداية أن السيد عبد الإله بن كيران يحاول الدفاع عن الملكية والملك بصفة عامة بشكل مستمر بواحد القوة، خصوصا في كل الخرجات الأخيرة ديالو يحاول الدفاع عن الملكية. وهنا غادي نشارك معكم أستاذ واحد المقتبس كذلك اللي قال فيه السيد عبد الإله بن كيران واللي كيدافع فيه على الملكية، وقال باللي أنه لا يمكن للمغاربة أن يعموا بالديمقراطية، أو بين قوسين لا يمكن للمغاربة أن يحظوا بملكية برلمانية. نشارك معكم ليكستري أستاذ ونرجعوا باش نعلقوا على كل شيء. الأخ قال لك ناض واحد الأخ قال لك ودي تيقولوا لنا الملكية البرلمانية، صافي هادشي تيقولوا لكم. عبد الإله ما عمرو قال لكم حتى شي حاجة. أنا ضد الملكية البرلمانية. كتعرف شنو هي الملكية البرلمانية؟ كتعرفوا شنو هي؟ إذن عارفينها، ملك يسود ولا يحكم. قولوا لي المغاربة غادي يديوها في ملك يسود ولا يحكم؟ حلوا شي شوية عقلكم. دونك استاذ ما غاديش نكملوا ليكستري مازال، لان بقولهم هذا يستحمرون الشعب المغربي وما عارفينش، بحال كيشوفوا باللي الشعب المغربي لا يستحق دولة ديمقراطية اللي فيها الشعب يحكم نفسه بنفسه. وجب علينا ان يكون شي واحد شاد جميع السلط ويتحكم فيها، وان المغاربة لا يستحقون ملكية برلمانية. دونك هذه هي بعض التصريحات اللي خرج بها الأستاذ عبد الإله بن كيران، التصريحات الأخيرة. أستاذ، ما تعليقكم على كل ما قاله السيد عبد الإله بن كيران والرد ديال ناصر الزفزافي على تصريحات عبد الإله بن كيران؟ شوف، هذا الإنسان هذا أنا أعرفه منذ زمان، يوم كان ينتقد أهل الريف، ودك سبحان الله دك الأسلوب اللي كيستعملوه دونك السيد هلال ممثل المغرب في الامم المتحده هو نفس الاسلوب اللي كيستعملوه اللي كان كيستعملوا بن كيران تجاه اهل الريف. تا هما تهمهم بالبنان، بانهم ما كياكلوش البنان وما كيعرفوش البنان. هذه كانت في الثمانينات. هذا السيد هذا انا في ديك الوقيته كنت على مقاعد الجامعه ديال وجده. هذا خينا هذا في تطوان اتهم اهل الريف بانهم لا يعرفون للبنان او للموز منفذا. وانا نذكر هذا السيد هذا، شكون اللي وصل لك البنان تاع الرباط وتاع الدار البيضاء؟ هي باب سبته وباب مليليه. البنان اللي كان كيجي من اسبانيا حنا كنا كنشريوه من مليليه وكنجيبوه عبر طرق التهريب وكنوصلوه حتى المدن المغربيه باكملها. هكذا اكتشفتي البنان، لان البنان انذاك كان ينتج يعني ما كانش ينتج حتى في اسبانيا. اسبانيا كانت كتجيبو من دول امريكا اللاتينيه. دونك هذا بنادم عنده واحد العقده مع الريف، ماشي اليوم، قديمه. دونك المغرب كله سجون. مراكش فيه معتقلين، الحوز فيه معتقلين، فيه متضررين، فيه متشردين، كاين معتقلين في كل السجون المغربيه. وسبحان الله دير لا فوكاليزاسيون على المعتقلين د الريف، وخاصه على الزفزافي، لان ذاك الزفزافي يعني معقدهم بالتشبث بالقيم. ما باعش راسو رخيص، ما باعش راسو اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا الشيء هذا هما كيبيعوه في الحملات الانتخابيه، ولكن في الحياه ديالهم اليوميه، في الممارسات ديالهم اليوميه ما كيديروا ولو 1 على مليون من هذا الشيء. وهذا ما يعقدهم. هذا السيد هذا تنطبق عليه واحد مجموعه الانتاجات الفكريه اللي كان لقاو مثلا الاصول ديالها في القرن الثامن عشر، وهو كتاب ديال ايتيان دو لابويسي ما يسمى بالعبوديه الطوعيه. هذا السيد هذا يعني يعانق العبوديه بطريقه طوعيه، الخضوع بهذه الطريقه العمياء. الانسان او المؤسسه انا كنطرح فيه الاسئله.
لانه هو براسو قبل ما يوصل للحكم شنو قال لنا واحد النهار المنافق؟ شنو قال لك هاد التقاليد وهاد العادات وهذا حفل الولاء وحفل البيعه وهذه هاد الشيء قديم داز وقته من هنا، وهاد البوسان اليدين يعني كان من بين الناس الذي كان مستعدا ان يضرب كل ما تمثله الملكيه للعبيد بحاله. ومن بعد شفناه في حفل الولاء ملي رجع وزير الحكومه رئيس الحكومه، شفناه في حفل الولاء هذه تقاليدنا وهذه عاداتنا وهذه. السيد من بين المجرمين وبشهاده ديال الناس اللي كان معاهم في التنظيم ديال الحركه ديال الشبيبه الاسلاميه ديال الدار البيضاء، مطيع براسو قالها، قال لك هذا كان برقاق. وخير دليل الرساله التي ارسلها لإدريس البصري وتيطالبوا انه مستعد ان يخترق الحركه الطلابيه، ان يخترق الحركه النقابيه، ان يخترق هذا باش يكون خادم ديالو. وباش كيكمل الرساله ديالو اللي كتبها ب 17 مارس 1986 بالرباط: الخادم المطيع والداعي لكم بالصلاح والتوفيق في كل حين. في الفتره اللي كان فيها إدريس البصري اكبر سفاح اللي عرفوا تاريخ المغرب، وفي 86 الكل يعلم بان كنا سنتين بعد الاحداث ديال 84، الاحداث الداميه التي عرفها شمال المغرب وعرفتها مراكش، يمشي ضحيتها الاف والاف الشباب والاطفال وتعتقلوا جراء ديال واحد المجموعه ديال الناس، وانا من بين المعتقلين ديال هذه الفتره هذه. هذا السيد والله تحصل، هذا السيد نقمه للشعب المغربي، نقمه لأن يقول الشيء وعكسه. داخل الحزب ديالو الإنسان الوحيد الذي تجرأ وشخص النظام الملكي اللي تيعبدوه السي بن كيران. شنو قال لك؟ قال لك اللي باغي الملكية كلهم فاسدين، كلهم فاسدين. النظام الملكي الحالي متابعينه غير الفاسدين. الناس اللي ما باغيش الملكيه اللي هما ضد الملكيه شنو قالوا؟ ما قدروش يستقطبوه، صفاوه. ان النظام المغربي شنو كيدير؟ اما انه يستقطبك بالمال بالمناصب ولا يعتقلك، ولا كنتي يعني صعيب عليه في هذه الميادين هادو تيصفك. هذا ما حدث مع بن بركه، هذا حدث مع واحد المجموعه ديال المعتقلين، رحال دهكون صروال وزيد. يعني اللائحه طويله قرينا. تهاني امين يعني في المعتقلات ديال درب مولاي الشريف يعني ماتوا تحت التعذيب، سعيد المنبهي وجون باس، الاخوان اللي كانوا داروا الاضراب عن الطعام في مراكش، بالهواري، الدريدي، مسكيني، اكسيتيرا. تاريخ المغرب عندنا هنا السي بن كيران. الا بغيتي تضحك على شي واحد سير ضحك عليه في شي بلاصه اخرى. حنا كنعرفوك منين جيتي ومنين خرجتي، وانت عندك الدم على اليدين، الدم ديال عمر بن جلون. انت من بين القتله المباشرين، كنت في ديك المجموعه اللي مشات تعرضت لعمر بن جلون وقتلاته. هذه شواهد ديال الناس اللي كانوا معك في الشبيبه الاسلاميه، اقولها من هذا المنبر واتحداك. وهذا الشيء اتمنى انه يسمعوه الاف المغاربه باش يعرفوا الحقيقه ديالك. اذا كان الزفزافي يعني يمثل لك عائقا وسدا منيعا انك تدخل بالحزب ديالك وبالطموحات ديالك للريف، فانا سادعمه واسانده. فهو هكذا ديك البلاد ديال الريف والله ما تدخل ليها، والله ما تجي منها صوت واحد ما تجيبوش منها، لان عقنا بك وعقنا بالحزب ديالك وعقنا بديك الاسلمه ديالك المزيفه اكسيتيرا. اول المدارس الفقهيه في المغرب بنيت على ضفاف نهر النكور في الريف، ولا احد في الريف يمكن ان يتلقى دروسا في الاسلام منك انت اللي ما حفظ لا قران، ما حفظ لا احاديث، لا هادي. انت غتجي تعطينا دروس ولا تحفظ القران. سير تشوف ودير الاحصائيات كم عدد الناس اللي حاملين لقران الله على ظهر قلب يعني في الريف. اول مدرسه لدراسه الفقه المالكيه كدار تحت مملكه اماره النكور. شوف اسمع وبحث العدد الناس اللي كانوا كيجيو من الريف وكيمشيو كيقراو في القرويين. شوف لونتوراج رويال، الناس العدد ديال الناس اللي كانوا كيقريو في المدرسه المولويه منذ الفتره ديال محمد الخامس
حتى في القرن التاسع عشر. سير دير البحث ديالك وقلب شكون اللي كان كيقري الابناء ديال الحسن الاول، كلهم كانوا وافدين من الريف، من بينهم العائله ديال الخطابي، وتجي اليوم تعطينا دروس في الاسلام وهذه اين صرف بنادم، من صرف. واعتقد ان الزفزافي اعطاك صفعه وصفعات، اذا ما صافي تفضحتي فيما يتعلق الاسميتو الحكم اللي باغي يختاروا المغاربه، هذاك شانهم، واش انت تدخلك فيه؟ شكون انت النبي ايوب؟ شكون انت النبي محمد باش تقول لهم لا راه كذا وكذا؟ اين هو الملك في هذه الظروف الصعبه اللي تيمر منها المغرب؟ اين هو؟ فين كيدير الشوبين ديالو؟ عباد الله؟ ظروف صعبه يمر منها الشعب المغربي اليوم، فين هو؟ اش بغيتيني ندير بهذا الانسان؟ اش بغيتيني ندير بهذا النظام هذا؟ النظام ديال المفترسين، ديال الفاسدين، السراقه اكسيتيرا. اش غندير به؟ ولا حتى انت اش غندير به؟ اش ندير بك؟ ولا الشعب المغربي اش غيدير بك؟ انصرف سيدي، انصرف، سير بحالك. انت تقتاد من ريع هذا النظام. كل اسميتو المسؤولين في هذا الميدان هذا قالوا بالحرف الواحد بان ديك 7 المليون اللي كتقاضاها يعني كتقاعد ما عندكش الحق فيه قانونيا، ما عندكش الحق فيه قانون. واتفهم اليوم لان ما بغيتيش تقطع ذاك الغصن اللي جالس عليه. الملكيه كتنفعك ماديا وكتاكل من ريعها وتتمنى انك ترجع للحكومه، ما عندك لا امكانيات فكريه لا خارج مشي بلاصه يعني عرفتي فيها يعني تهذيب العقل ولا حتى شي حاجه. انت انسان غير بوجدي، وانا انصحك دير بحال دوك الحلايقيه ديال جامع الفنا. سير عاود لعباد الله تما في جامع الفنا، يعني ديك الحاجيات على المثليين وداك كي كيديروا الناس ديال جامع الفنا باش تضحك عباد الله. انت مهرج. السياسه بعيده عن السياسه، عندها القواعد ديالها وعندها الاخلاقيات ديالها وعندها حتى الاطار ديال الممارسه ديالها. انت لا تملك يعني طريقا للفقه السياسي ولا الاقتصادي، ولا تملى عليك الاشياء وتطبقها. انت اللي فضيتي مع المغاربه، على المغاربه. يعني الخوصصه اللي وقعت في الفتره ديالك لم تقع في اي شيء، يعني اغتيال كل يعني الركائز الاجتماعيه اللي كان كيستافد منها الشعب المغربي. انت هدمتيها المقاصه وزيد. اذا عباد الله اش بغيتي لهذا الشعب؟ هذا الشعب باغي الملكيه البرلمانيه ولا باغي الجمهوريه؟ داك الشيء سوقه. واش عباد الله تتحقر 40 مليون او 42 مليون مغربي وشاد ليا في الزنطيط ديال واحد اللي ما كاينش كاع في المغرب، ما غايبش وما مسوقش للمغاربه. كانوا مرض، كانوا كيغرقوا، كانوا كيموتوا، كانوا كينتحروا. اذا انصرف يا سيدي، انصرف وخلي عليك الريف ترانكيل. ديك العقده ديال الريف شوف لك شي طبيب نفساني يعالجك منها. ديك العقده ديال الريف ماشي غير انت اللي راها عندك، راه النظام عنده، المخزن عنده. احنا هكذا دايرين، الناس ديال الريف هكذا دايرين. نعتزوا بالمغربيه ديالنا، ولكن متشبثين بالارث الريفي التاريخي، كان ثقافيا لغويا اخلاقيا اكسترا. انا ما باغيش نتبنى داك الاطار السياسي ديالك، وحتى داك التصرف ديالك العبودي ما بغيناش نتبناو، لان نحن نتمشى وننظر الى السماء، ما كنشوفوش الارض، وما كنركعوا لحد وما غنركعوا لحد وما غنطلبوا العفو من حد. السي بن كيران واش جاب لك الله؟ الاستاذ الزفزافي قاصر لا يعرف طريقا للعفو او لطلب العفو. الا ما طلبوش راه عنده الاسباب ديالو. كيف يمكن ان تطلب العفو من جلادك؟ كيف يمكن ان تطلب العفو من واحد يعني حكم عليك باطلا واصدرت المحاكم المغربيه باسمه احكاما باطله بشهاده كل المنظمات الدوليه والحقوقيه العالميه، وتجي انت اليوم تقول له علاش ما طلبتيش العفو؟ اذا كنت انت يعني حياتك كتمارسها بهذه الطريقه فهذا حقك. اذا كنت مدلول لهذه الدرجه فهذا حقك، والدستور المغربي يخول لك ان تكون مذلولا. ولكن خلي عليك السيد تراكيل. السيد اراد ان يموت رجلا واقفا يعني ولن يركع لاحد، وقال عده مرات الركوع الا لله والعفو
إلا من الشخص الذي أخطأنا في حقه، وما كنسميوهاش حنا العفو، كنسميوها المسامحة أو المعذرة. العفو يطلب من الله، العفو يطلب من الله لأنه هو الغفور الرحيم، ماشي الملك ديالك، ماشي المخزن ديالك، ماشي الزبل ديالك. دونك خلي عليك الزفزافي ترانكيل، حل على أهل الريف، سير طلب إلا بغيتي تطلب العفو الناس ديال جينيراسيون زاد للناس اخرين. اما اهل الريف يعرفون ما يفعلون، عارفين اش كيديروا، عارفين فين غاديين. وما حدث كي قالت الاستاذه دنيا فيلالي كيف يعقل؟ كتقول بان السيد هو اللي خلاه يجي يحضر الجنازه ديال باه. واش اول مره انسان اللي كيجي كيحضر الجنازه ديال باه عليه واشنو دار؟ ياك هو حضر الجنازه ديال الام ديالو وما رجعش للحبس. لماذا لم تقل له اطلب العفو من الملك، اشكر الملك؟ حط غير على الريف، الريف هو اللي خلق لك يعني حجره في سميتو في القرجومه. مالكم مع الريف؟ اش دار لكم؟ مالكم اصاحبي؟ واش ما كفاكمش داك النابان باش ضربتوه؟ واش ما كفاكمش ديك الاغتيالات اللي درتوها في 58 59؟ ما كفاكمش ديك المجازر اللي درتوها في 84؟ ما كفاكمش التهميش؟ ما كفاكمش يعني العسكره ديال الريب منذ شهر ابريل 1958 وليومنا هذا هناك ظاهر العسكره اللي مفروض غير على مدينه الحسيمه. كاين حتى شي مدينه في المغرب اللي مفروض عليها العسكره باسم ظاهر، بموجب ظاهر. خليونا نعم أستاذ. شكرا أستاذ. غادي نمشيو للنقطة الثانية من هذه الحلقة، وغادي نتكلموا على الكوارث اللي تتوقع للمغرب والمغاربة واللي وقعت فقط في هذا الشهر. كنشوفوا اختبارات كبيرة اللي داز منها المخزن، والناس كانوا كيتسناو كيشوفوا كيفاش غادي تكون ردة الفعل المخزن تجاه المواطنين ديالو ولا الرعاية ديالو. لكن لا أحد يجيب. شفنا هذا الشهر كانت فيضانات، في هذا الأسبوع كانت فيضانات في أسفي. كنت شفنا كذلك الفيديوهات اللي باقا كتخرج ديال سكان الحوز والمآسي اللي كيعيشوا فيها. باقي الناس عايشين في الثلج، باقي الناس كاينين شي وحدين في دي كونتونير والشتا كتصب عليهم. كاين فيديوهات زعما اللي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تكذب كل البروباغندا ديال المخزن اللي تيقولوا باللي اسكنوا جميع الضحايا ديال زلزال الحوز. خرجوا كذلك هذا الاسبوع فيديوهات كثيره. كذلك في هذا الشهر شفنا السقوط ديال العمارتين في فاس. لكن المخزن ولا الملك محمد السادس بصفته المسؤول الاول شفناه في هذه الاختبارات كامله ما نجحش فيهم. ما قدم لا تعازي، اقل ما يمكن ان يقدمه الملك ولا المخزن التعازي للمغاربه لم يقدم التعازي، في الحين شفنا قدم تعازي لواحد الدوله اخرى اللي كتعاني من فيضانات لكنه ما شفناش تكلم على المغاربه. تدازت 4 ايام على باي اكزومبل ديال الفيضانات ديال اسفي، غير هاد يومين عاد مشى عطى التعليمات، قال باللي عطى التعليمات الساميه الملكيه المولويه من اجل على انهم يتم تقديم المساعده للفيضانات ولا الضحايا ديال الفيضانات ديال اسفي. من بعد 4 ايام عاد غياب الملك محمد السادس ولم يقدم التعازي. غياب الملك اللي من نوفمبر فقط، غير هذا الغياب الاخير من نوفمبر وهو خارج المغرب. ما تيسقش الاخبار المغاربه ولا ما مسوقش ليهم ولا كينتقم منهم، لان هذا هو اللي كيتخايل عند بزاف ديال الناس اللي متبعين كيفاش كيتم التعامل ديال المخزن مع المغاربه. كنشوفوا كل الجهود تصب ديال المخزن تصب حول كرة القدم والتحضير للكان، لكن الشعب المغربي ولا بين قوسين المواطنين المغاربه حتى شي حد ما كيتسوق ليهم، حتى شي حد ما كيعرف الاهتمامات ديالهم، في غياب تام للسلطه الكبرى ديال البلاد اللي هو الملك محمد السادس. استاذ محمد البطيوي، سؤالي هنا هو أين هو المخزن؟ أين هو الملك محمد السادس بصفته المسؤول الأول
عن كل كبيرة وصغيرة، المسؤول السياسي الأول في المغرب، أين هو من كل هذا؟ ولماذا النخب السياسية، فعود على أن بايكزومبل هضرنا على بن كيران، علاش ما يخرجش بن كيران ولا النخب السياسية في المغرب وتسأل على حول غياب الملك محمد السادس من كل الكوارث ولا التجارب اللي كمر منها المواطن المغربي. أستاذ محمد زيان، ما تعليقكم على كل هذه الأحداث وكل هذه التصريحات التي أعطيتها، وكذلك الفيديوهات اللي باقا تخرج ديال الناس ديال ضحايا ديال زلزال الحوز، فيضانات آسفي وسقوط العمارتين بمدينة فاس؟ دنيا قلتي أستاذ زيان أعتذر أستاذ سي مي اون لا توس دون لا تيت، كل شيء هو في بالنا في قلوبنا الاستاذ زيان، وانا اتفهم هذا الخطا، لان بكل صراحه سي ان دي بلو غران انجستيس فريمون ديال هاد 30 40 ديرنيير زاني اللي عرفها المغرب في حق هذا الرجل الكبير. وانا نقول لك ما تقطعيهاش، خليها، لان فرانشمون اون بو با لوبليي استاذ زيان، لان ديما انا كيجي لي حتى انا في البال بعض المرات، حتى هو كان كيدير معاك فيديو كان كيعطي الاراء ديالو. وي نو نو با سوسي، جو كومبرون كو يعني هذا لو ريفلكس مازال كاين، لان بكل صراحه توحشناه وافتقدناه، والله العلي العظيم، ونطلب من الله العلي العظيم، ولا احد ولا نترجى احد انه يطلق سراحه ان شاء الله عما قارب. دونك فيما يتعلق هذه الكوارث التي يعرفها المغرب هي مصدر للتسول امام المنظمات الدوليه والدول العربيه وبعض الدول اللي كيعتبرها المغرب دول شقيقه. ولكن المشكل ملي كينتهي التسول، هذه الاموال التي تجمع بعد من بعض الدول التي يعني بحسن النيه بغات تعاون، يعني هذا الساكنه التي تضررت اما بالفيضانات او بالزلزال الى اخره، النظام يحولها الى جيوبه او يحولها الى مهام اخرى. هذا ما حدث مع مثلا زلزال الحوز، يعني الاغلبيه ديال الاموال تحولت لبناء الملاعب من اجل حدثين رياضيين، واحد راه غادي يبدا واحد يومين 3 ايام ديال كاس افريقيا، والاخر اللي غادي يبدا يعني في 2034 على ما اعتقد. دونك فوالا فيما يتعلق بالفيضانات بين قوسين كنت درت فيديو اللي فيه واحد التحقيق مفصل حول الاموال اللي تجمعها النظام المخزني، وجمعوا اكثر من 4 مليار ديال الاورو اللي تجمعت على ظهر الضحايا ديال الحوز. كان هذا الشيء قبل، وشمل ذلك عاوتاني النظام المخزني عبر فوزي القجع، اللي للتذكير فوزي القجع هو نفس الشخص اللي مسؤول على الميزانيه ديال المغاربه، وهو نفس الشخص اللي مسؤول على كره القدم والكاف والجامعه الملكيه. دونك ما عرفتش كيفاش كيسير الميزانيه ديال المغاربه وكيصب حول كره القدم. كان عاوتاني أذكر بأن هذا السيد هذا فوزي القجع ممنوع عليه يدخل أمريكا، ومطالب من طرف العدالة الأمريكية. نعم أستاذ. عدم النزاهه ديالو في واحد المجموعه ديال سميتو اكوزي بور كوربسيون اكسيتيرا ديال لي انستيتيوشن، جو دي واحد المجموعه ديال لي انستيتيوشن انترناسيونال، باش نكونوا واضحين. ديك لي فاليز اللي كيتمشوا بهم، ما كاينش الضحك مع امريكا، ما كاينش الضحك مع العداله الاوروبيه. هذا الشيء كلشي غيوصل لهم. هذه نقطه. فيما يتعلق بالفيضانات ديال اسفي ديال فاس الى اخره، منذ سنوات داخل المغرب ومن خارج المغرب، لانني حضرت في واحد الوقيته فيضان بسيط في الناظور، وانقطعت حركه السير، وانقطع الاتصال بالكورنيش، يعني واحد المنتجع، واحد البلاصه اللي تيخرجوا لها الناس الناظور كيتجولوا تما بعد العشاء او بعد مرات كيمشيو لان مقابل للبحر. جات ديك الفيضانات، يعني الطريق معمره، تو بو با ترافيرسي بور الي فير لا كورنيش. دونك يعني تم يعني تشليل الحركه ديال المدينه. وتحدثت مع بعض المسؤولين اللي كنت كنعرفهم، يعني كانوا مراهقين، كانوا معنا في الليسي الى اخره، عرفتهم في سن المراهقه الى اخره.
وهضرت معاهم وقلت لهم علاش ما ديروش لي باسان دوراج، نجيو نعاونوكم نوريوكم ونوصلوا لكم دي زارشيتيك سبيسياليزي دون لا كونستركسيون دي باسان دوراج اكسيتيرا اكسيتيرا. الماء ما كيضيعش وتيتم الحمايه ديال المدينه من هاد الكوارث هادو. دونك فيه فائده لان اون ريكوبير لو، اون بروتيج لا فيل، اون بروتيج لا فيل من اسميتو من التلوث، لان ملي كطيح الشتا راه كتنظف المدينه، ولكن ديك النظافه المدينه راه هي لو كاربورون ديال لي فواتور، راه هي الديزل، هي لي زويل ديال لي زوطوموبيل اللي كيكونوا في الطرقان، هذوك تيمشيو، الا مشاو للبحر راه غيلبثوا لك البحر، الا مشاو لشي بلاصه اخرى غيلبثوها لك. ولكن ملي كدير دي باسان دوراج كاع داك البازار كيمشي لواحد لو غران باسان سوتيران، يعني كديروا الدول العالم كلها فيها. Et on a commencé aujourd'hui grâce à ça à éviter les inondations urbaines. ولكن لا حياء لمن تنادي، لا حياء لمن تنادي. Je suis un spécialiste de l'eau. Je suis donc aussi un spécialiste de la prévention des crises dans le domaine hydraulique, qu'elles soient en termes de guerre, qu'elles soient en termes d'inondation, qu'elles soient en termes de catastrophes, etc. حتى على التأثير المناخي وداك الشيء. راه ما سيأتي راه كارثي. نحن لسنا مستعدين لما يسمى في أوروبا بالغشفمون كليماتيك، لسنا مستعدين ويوقعوا كوارث وتوقع واحد المجموعه ديال لي كاتاستروف. on n'a pas de digue on n'a rien. المهم ما غندخلوش في التفاصيل اليوم، ولكن هناك حلول يستافدوا من داكشي اللي دار في هولندا مثلا، اللي عندها مختبرات رائعه في جامعه دلفت، يصيفطوا المهندسين ديالهم يديروا دورات تكوينيه في اكبر الجامعه العالميه في هذا الميدان اللي هي اليونيفرسيتي دو دلفت اللي موجوده في الجنوب ديال هولندا. وكاين مسؤول كبير تما من اصول ريفيه، السيس السعيدي موجود هناك، عنده واحد الدور جد مهم انه يمكن ينسق مع واحد المجموعه ديال الجامعات المغربيه الى اخره. ولكن المغاربه لا يفقهون في شيء، لا يوجد في الاماكن المناسبه الرجال والنساء المناسبات، ولكن في كل مكان ديال القرار فيه فاسد، فيه مفترس، فيه نائب المال العام الى اخره الى اخره. والضحايا هم المستضعفين، هم الصغار. دابا المشكل تقريبا 200 واحد اللي ماتت في هذه الفيضانات بصفه عامه. كل المحلات التجاريه، كل المعامل الصغيره والى اخره والى اخره كلها تخربت واتت على اخرتها. يا با فون دو كالاميتي، لا يوجد دعم للدوله. اذا هاد الناس هادو اللي كانت عندهم تجاره، كان عندهم رواج تجاري، كانوا كيديروا الخزاف، كانوا كيديروا هذه، من بين عشيه وضحاها سيكونون في واحد المجال ديال الفقر، وسيتسولون وغيشوفوا كيفاش غيمكن يعني الحياه ديالهم تستمر، وغيبقاو يعني يرجعوا للحياه العاديه والعيش العادي. اذا من هذا المنبر هذا كنقدم التعازي لكل المتضررين، وأترحم على كل هؤلاء الشهداء، شهداء الظلم، شهداء دولة لا حق لا قانون، شهداء دولة النهب والافتراس، ونتمنى لهم الرحمة والمغفرة. شكرا أستاذ. تعازينا لعائلات الضحايا سواء العمارتين التي سقطتا بمدينة فاس، سواء الفيضانات والصور المفجعة ديال الناس كيفاش كيغرقوا، كيفاش جرفتهم المياه، والناس الخسارات ديال بعض التجار بالمحلات هناك. أتمنى أن يتم تعويضهم، وخا هادشي بعيد كل البعد، لكن أتمنى الخير اليوم. كنشوفوا بعض المغاربة هما اللي كيعاونوا بعضياتهم في مثل هذه المحن في غياب تام للدولة المغربية ولا الحكومة المغربية. فتعازينا لعائلات الضحايا. وغادي نمشيو للشق الدولي أستاذ محمد البطيوي، وغادي نتكلموا، كنا تكلمنا عليها في حلقات سابقة فاش يلا خرج هذا الخبر، وعلى أن المهلة ديال 60 يوم اللي كانت تعطات من طرف واللي حددها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل كما قالوا لي هما من أجل مبادرة الصلح بين المغرب والجزائر. وشفنا كيفاش المسؤول
ولا المتحدث باسم ترامب اللي كان دار واحد الجولة في عدد من الدول المغاربية، وكان خرج بتصريحات عبر عدة قنوات تلفزية، وقال باللي هناك 60 يوما من أجل الصلح. ما عرفناش علاش لحد الآن علاش بالضبط 60 يوم، لكن هاد 60 يوم أستاذ محمد البطيوي سالت 60 يوم ماذا بعد؟ شفنا بزاف ديال الصحف المخزنية الغير رسمية واللي تيتكلموا كيقولوا باللي الجزائر غادي تجي ستنحني وستركع من أجل على أنها تصالح مع النظام المخزني، وغادي تفوت 60 يوم إلا ما جاوش تصالحوا وما لباوش الأمر ولا النداء ديال الولايات المتحدة الأمريكية وديال الملك محمد السادس، لأنه في عدة الخطابات في العديد من الخطابات ديالو يوجه كما تيقول هو اليد الممدودة للجزائر من أجل الصلح. أمريكا انت عطات 60 يوما، كنشوفوا بلي 60 يوم سالات، المهلة سالات، ما كاين لا صلح لا اتفاق لا اجتماعات بين الدولتين. سؤالي هنا الأستاذ محمد البطيوي، ماذا بعد 60 يوم؟ هيا المهلة سالات، اشنو غادي يوقع في الأيام القادمة؟ واش غتكون شي تصريحات؟ واش غادي تفرضوا عقوبات على الجزائر ولا المغرب كمثال؟ ما قراءتكم لهذه النقاط الأستاذ محمد البطيوي؟ شوف، تاريخيا لا في الفترة ديال الحرب التحررية الجزائرية اللي قادها الشعب الجزائري من 1 نوفمبر 1954 إلى غاية 62، يعني 8 سنين من حرب ضروس ذهب ضحيتها 1.5 مليون شهيد، وتم قصف الجزائر بليباريل دي نابالم. والآن لدينا شهادات من واحد مجموعة ديال الجنود الفرنسيين. أمريكا أين كانت في تلك الفترة؟ في أي جانب كانت ولماذا؟ أمريكا كانت لا تريد للجزائر أن تتحرر، وتم دعم لوآيس. لماذا تم دعم لوآيس؟ حركة إرهابية فرنسية مكونة من عصابات إلى آخره اللي قتلوا واحد المجموعة ديال المثقفين. لماذا كانت تدعم لا سيا مثلا لوآيس؟ تو سامبلومون لأن لوآيس كانت كتلعب على جوج ديال الجبهات، أنها كانت تحارب دونك الجبهة التحرير الوطنية لو FLN، وفي نفس الوقت لوآيس كانت تعارض دوغول، وهادو بجوج بهم كانوا الأعداء ديال أمريكا. دوغول أمريكا ما كانش كتحملو، الطريق اللي كان جر فيه أوروبا ما كانش عاجب لأمريكا، وهو ما كانش كيحمل أمريكا. إذا لوآيس كي était l'ennemi de De Gaulle a eu le soutien. En plus le FLN اللي كان مدعم من طرف دول الشرق بما فيها الاتحاد السوفيتي وكل دول الشرق، يعني يوغوسلافيا ديال تيتو، هنغاريا، بلغاريا، المهم كل دول الشرق كانت تدعم، وخاصة جمال عبد الناصر. كل هاد الناس هادو كانوا إما في عدم الانحياز أو كانوا في المعسكر الشرقي، دونك ما كانش عندهم شي علاقة مع المعسكر الغربي الإمبريالي الرأسمالي. دونك الجزائر منذ البداية وهي على طرف نقيض يعني ديال أمريكا، توجد في الرصيف الآخر. اختيارات الجزائر لا علاقة لها بأمريكا. دائما الجزائر كانت تصوت ضد الممارسات الأمريكية في العالم. في فيتنام الجزائر كانت يعني سدا عنيدا دعمت الثورة الفيتنامية، وفي نفس الوقت يعني أمريكا لم تكن تدعم الجزائر في معاركها، لم تدعم يعني الشعب الصحراوي في النضالات ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، باش نكونوا واضحين في هذه المسألة. إذا إلا جينا نشوفوا اليوم حتى التبادل التجاري ما بين أمريكا والجزائر، يعني لامبور والاكسبور لا يتعدى لونسومبل، لا يتعدى 4 مليار دولار. Ça pèse rien dans la balance commerciale algérienne. Ou en plus, les exportations
sont supérieurs aux importations. Ça veut dire الجزائر لا تشتري تقريبا شيء من امريكا، لا تحتاج الاشياء اللي جايه من امريكا. سي ان تراديسيون، سي اوسي العقليه ديال لو بويكوت انترن، لانك تقول اذا اشترينا من امريكا سندعم ذلك النظام اللي يقهر الشعوب اكسترا. ولكن امريكا هي اللي في حاجه الحديد الجزائري، هي اللي في حاجه البترول الجزائري، اللي واحد مجموعه ديال الموارد طبيعيه جزائريه. اذا اعتقد ان الجزائر بالنسبه لها امريكا هي عباره عن لزوميه ما لا يلزم. ça veut dire c'est une nécessité inutile، يعني ما محتاجاش ليها وما خايفاش منها. الجزائر اليوم تبني جسور في اتجاه اخر، تبني جسور يعني مع لي بريكس، انها تكون داخل البريكس او خارج البريكس. البريكس ont besoin de l'Algérie. Il y a plusieurs reprises انهم ils ont sollicité كما يقولون بالفرنسيه l'épargne algérien، يعني توفير المال الجزائري. يعني حاولوا ان يقتربوا منه، لا هما لا ليفيمي، يعني باش هناك ادخار في الجزائر جد مهم ومحتاجين ليه البريكس. هذه سي اون شوز. دونك الجزائر est incontournable pour les BRICS. premier élément. الجزائر بنت جسور مع روسيا تسلحها يعني باسلحه استراتيجيه، طائرات سخوف اكسترا اكسترا. عندها علاقات رائعه مع الصين، عندها علاقات طيبه، ما نقولوش يعني وصل للاوج، ولكن طيبه مع الهند. وعندها يعني علاقات يعني يمكن ان تعتبر يعني حسنه مع كل دول ديال شرق اسيا. والان بدات كتصلح العلاقه ديالها مع قطر، يعني الكل يعلم بان عندها علاقات دو فريكسيون مع كل من تصهين وطبع، الامارات، البحرين، المغرب، الاردن ما عندهاش علاقات مزيانه. مصر بدات الاشياء يعني المياه تعود الى مجراها الى اخره. فوالا دونك مع تونس عندها علاقات طيبه. اذا الجزائر اش غدير بالميريكان؟ والناس اللي قراوا ان ديك 60 يوم عباره عن تهديد، يعني الجزائر يعني قرأوها كأنها يعني مقطع من المألوف. يعني غنوا وقال لهم غنوا وقالوا الجراكوتي القافلة تمر والكلاب تنبح. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ tout simplement l'exploitation ديال لي مين دو فير et بناء شبكة القطار اللي غادي يوصل ذاك الحديد على ما اعتقد الى ميناء جنجن، اكبر الموانئ الاستراتيجيه ديال القبائل. ان اليوم نتحدث عن الماك، ولكن القبائل يعني غاديه للقدام، عندها دو غرون بور استراتيجيك، البجايه وديال جنجن. اللي تيقول لك راه القبائل مهمشه، اعتقد انها من بين المناطق الجزائريه العديمه التهميش. كاين شويه ديال التهميش لان سي فري المستوى الثقافي ديال المنطقه عالي جدا، دونك لي زيكزيجونس ديال السكان سون تري فور. ولكن الا مشيتي تشوف مناطق اخرى في الجزائر اعتذر القبائل ليست مهمشه. تمشي للبزار، تمشي مناطق اخرى ويا انكور بوكو دو ترافاي افير، لكن القبائل يعني سون لي ميو لوتي اون الجي على المستوى ديال البنيه التحتيه، المدارس، الجامعات، المستشفيات، لابروفيزيونمون اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك فوالا. اذا الجزائر يعني تمضي في طريقها، والله ما مسوقه لهذا الشيء. استاذ واش غادي دير امريكا ستقوم بشيء سواء في الجزائر سواء على ود المغرب؟ Non, Américain ne peut pas. Américain ne peut pas être le gendarme du monde. أمريكا ne peut pas être le gendarme du monde. أمريكا وخاصة إسرائيل أرادت أن تستعمل المغرب بديك اللعبة ديال اليد الممدودة، ولكن المغرب يلعب دور قذر، دور الجاسوس والدور ديال لانترو اللي غادي يدخل الجزائر عبر الصلح وهذه، ولكن من اجل التجسس على الجزائر، من اجل هذه الهدف ديالهم هو تخريب الجزائر، يعني عن طريق ما سماه ترامب ان تريتي دو بي اونتر لو ماروك والجزائر. المغرب والجزائر بعمرو كانوا في حرب، الشعب المغربي والشعب الجزائري.
ما عمرو كانوا في حرب، هي حرب التيك توكيه بعض المرات ولا على اليوتيوب ولا هذه، ولكن حرب بالمفهوم ديالها الحقيقي لم تكن هناك حرب. الى ان طبع المغرب الجزائر خدات من اجل حمايه اراضيها وحمايه يعني المواقع ديالها العسكريه، وهذه قررت ان تغلق حدودها، وهذا من حقها كما تقوم به امريكا. امريكا راه كتبني جدار عازل مع المكسيك باش ما يجيوش عندها المكسيكيين، بيرسون لو ديسكوتيون تران فير. الجزائر ما بناو بو جدار، غلقوا الحدود ديالهم الصلاه على النبي. فوالا دونك اعتقد ان الجزائر والله ممسوقه لهذا الشيء، ونقول لك بكل صراحه سما ايتي دي، وما نعطيش الاسماء من الناس اللي يعني بيان بلاسي في لا دبلوماسيه الجزائريه. قال لك والله كونت اون بارل دو ترامب اون راكونت دي بلاك، كيضحكوا على ترامب. ترامب جا في واحد البلد لقاها كما كيقولوا عندنا في المغرب طيبه، اكبر دوله صناعيه، اكبر دوله تكنولوجيه، اكبر دوله عسكريه اقتصاديه اكسيتيرا. جا لقاها طيب، ماشي هو اللي شارك فيها، راه بناوها العبيد الافارقه. راه في امريكا راه 3 القرون وهي كتبنى، راه ماشي اليوم، 3-4 سيكل وهي كتبنى. هذا السيد جا وكيقول لك اي وانت تو ميك امريكان جريت اجين. اش درتي انت الحمار؟ اش درتي؟ هادو غوبريز جاو السعوديين سلكوك من البانكروت، يعني من الافلاس. اش درتي؟ امريكا بناوها الجامعه ديالها، بناوها العقول الاجنبيه، بناوها عرفتي راه 70% ديال العقول التي تفكر في كل ميادين في امريكا كلها اجنبيه، اما اوروبيه اما شرقيه اما اسيويه اكسيتيرا. امريكا بلاد المهاجرين. Il n'y a pas un peuple américain. Il y a des peuples américains, il y a des traditions américaines, il y a des religions aux États-Unis, etc. etc. اش غيدير ترامب؟ اش غيدير؟ راك كتشوف 79 حاصل على جائزه نوبل، كاين شي 10 اللي خلقوا ولا 12 اللي خلقوا في امريكا، كلهم خلقوا على برا. اماراتيا السان، هاد التركي اللي خدا البري نوبل العام اللي داز، قرا في انقره، سميتو كوزنيت، ليونتييف، كلهم جاوا من برا، كلهم خلقوا على برا. نعم استاذ، نعم. اذا اعتقد بان الجزائر والله ما مسوقاش لامريكا. يعني الحاجه اللي تتفكر فيها هي بناء الذات ديالها، وبناء يعني الوطن، وخلق واحد النوع ديال الحصانه للتصدي الاطماع والاخطار التي يمكن ان يشكلها يعني الجار الغربي منذ التطبيع، يعني بدا كيشكل خطر. نعم، وهذا لا يخدم المصالح السياسيه ديال المخزن، كذلك لا يخدم القضيه الصحراويه بالنسبه ولا من بالرؤيه المخزن. دونك استاذ غادي نمشيو للمحور الاخير من الشق الدولي، وبالحديث كذلك عن امريكا. شفنا هذا الاسابيع الاخيره وخصوصا هذا الاسبوع الاخير الخلاف ما بين ترامب وفنزويلا تصاعد بشكل خطير. غير بين قوسين للناس اللي ما عارفينش لهذا الخلاف، كنشوفوا باللي الخلاف كيرجع في 2025 وفي بدايه القدوم ديال ترامب في بدايه ديال 2025، بحيث على ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتهم النظام ولا اتهم مادورو، نيكولا مادورو اللي هو الذي يزعم النظام الفنزويلي، اتهمه قال باللي النظام ديالو يدعم تهريب المخدرات وكيرتبط بالكارتيل الارهابيه. وهذا الشيء اللي كان قالوا الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالاضافه الى عدم الاعتراف بشرعيه انتخابات مادورو والرغبه في تغيير النظام. دونالد ترامب الشيء اللي كيصرح به تيقول باللي ما كيعترفش اصلا بالشرعيه ديال مادورو، وباللي لا يحترم حقوق الانسان، باقيين كيلعبوا لا كارت ديال حقوق الانسان، وانه يجب تغيير النظام. كذلك ترامب يبرر تصعيده بحمايه الامن القومي الامريكي، لكن مادورو ومراقبون كيشوفوا باللي ان دونالد ترامب كيهدف للسيطره على احتياط النفط الهائله في فنزويلا واستعاده اصول مسروقه كما تيقولوا من شركات امريكيه سابقه.
دونك استاذ، الصراع وصل واحد درجه ديال التوتر كبيره، بحيث على انه تجميع امريكي لاكبر اسطول بحري في الكاريبي منذ عقوب، وضربات جويه على عشرات من القوارب المشتبه بتهريب مخدرات كما تيقولوا الامريكان. وكيقولوا باللي مات اكثر من 90 شخصا في هاد الهجمات ولا الضربات الجويه. كذلك مصادر ناقلات نفطيه فنزويليه واعلان ضرب حصارا كاملا على فنزويلا على ناقلات النفط الخاضعه للعقوبات. فنزويلا كترد، وشنو تدير فنزويلا؟ ما تردش بالهجوم، ما تردش بالعنف، لكن فنزويلا ردات بمرافقه بحريه لسفنها من اجل حمايتها من الضربات ديال امريكا. وقادرت شكوات ولا شكاوى في الامم المتحده، وبدات كتدرب حتى هي عسكريا من اجل الا كان شي احتمال ديال ضربات عسكريه. وشفت مؤخرا كذلك هذا الاسبوع تيقولوا بلي امريكا تهدد الان بضربات بريه ماشي فقط بحريه، تهدد بضربات بريه. الوضع يقترب من مواجهه مباشره محتمله مع تهديدات امريكيه بضربات بريه، لكن لم يحدث بعد غزو، والتصعيد لا زال مستمرا اقتصاديا وعسكريا. بزاف ديال المحللين ولا الاشخاص اللي كيشوفوا ولا اللي عارفين كيفاش كتفكر امريكا، وخصوصا كيفاش كيفكر ترامب، انه لا يهمه لا حقوق الانسان، لانه يلعب ورقه حقوق الانسان ونظام غير شرعي اكسترا. لا تهمه هذا بقدر ما يهمه الاستحواذ على اكبر احتياطي للنفط في المنطقه. وتيقولوا باللي ويستعمل يا اما الورقه ديال حقوق الانسان يا اما الورقه ديال انهم يهددون الامن القومي الامريكي. هذا ما تلعبه عده صحف ديال البروباغوند اللي تابعه للنظام الامريكي. استاذ محمد البطيوي، تعليقكم على كل هذه الاحداث، وما رؤيتكم المستقبليه لهذا النزاع؟ واش غادي تكون هناك حرب؟ واش امريكا غادي تحاول على انها تنهي القضيه ولا النزاع الاوكراني الروسي من اجل التركيز على سرقه ولا سرقه النفط كما تيقولوا بزاف ديال الناس، ولا التركيز على الامن القومي، ولا التركيز على الحفاظ على حقوق الانسان في فنزويلا؟ استاذ، ما تعليقكم لكل هذه الاحداث، وما رؤيتكم المستقبليه لهذا النزاع؟ شوف، الاستراتيجيه ديال امريكا من اجل تركيع يعني الدول ديال امريكا الجنوبيه التي لا تتسم بما يسمى بالانجليزيه the best in the class، يعني الطالب او التلميذ المؤدب الابي والملتزم، يعني بما يفتيه عليه استاذه. اعتقد بالنسبه لفنزويلا كما كان عليه الحال في الماضي مثلا مع بنما، ونرجع لهذا الشيء، يعني امريكا كانت كتعتبرهم يعني دول مارقه، لان على راس هذه الدول يوجد يعني مارقين، ناس ما كيحترموش سواديزو حقوق الانسان الى اخره الى اخره. يوم قرر مثلا نورييغا رئيس ديال بنما السابق، والذي يقبع في السجون الامريكيه اليوم، من رئيس الى سجين في امريكا، شنو كان هو لاكوزاسيون؟ لانه هو كان قرر باش يدير التاميم ديال قناه بنما، لو كانال دو بنما. كانال دو بنما هي اون غران بارتي دو كوميرس ديال ميركوسور وديال امريكا اللاتينيه بصفه عامه كيدوز من تما. اتهموه بالتجاره في المخدرات. هاد الاداه هادي وهاد التهمه ديما موجوده. ملي ما كيكونش عندك المخدرات في البلاد كيتهموك كما هو الحال في العراق، كيتهموك بالغازات السامه، وكيتهموك بالسلاح النووي، وكيتهموك بنابورت كوا، وكيطلعوا سيناريوهات وكيطلعوا بحال اللي وقع في تماما. ورغم ان كانت هناك لجنتين ديال تقصي الحقائق وديال التحقيق، الاولى ديال هانس فان سبونيك والاخرى ديال هانس بليك،
أكدوا بأنه لا يوجد ولو قطرة أو ولو جرام واحد من الأسلحة الكيماوية ولا يوجد أثر للأسلحة النووية في ديك الوقت على حساب لاجونس انترناسيونال دو لينيرجي اتوميك. باش نقول لكم، ورغم ذلك حاولوا أن يقنعوا الأغبياء في الأمم المتحدة، حاولوا أن يقنعوا بلاد اكسترا، وذهبوا وخربوا العراق. وداك الشيء اللي داروا مع بنما بانه السيد كيعمل ترافيك، جابوا دي فو تيموانياج اكسترا، ومشاو جابوه يعني صفطوا دونك جي اي دي مارينز، مشاو دخلوا لبنما بطريقه لا شرعيه بانتهاك يعني سافه سميتو القانون الدولي. مشاو جابوا نوريغا وحاكموا في امريكا، واليوم يقبعوا في السجون الامريكيه. نفس الشيء اللي كان عندهم مع السابق ديال مادورو، كان هناك تشافيس. راه المساله ما بداتش غير اليوم، بدات من عند تشافيس نفسه هو الذي أمم البترول الفنزويلي، وواحد مجموعه ديال الشركات كانت امريكيه تم يعني طردوها من فنزويلا، والبترول الفنزويلي رجع يعني البترول ديال الدوله الفنزويليه. انا ما اعتقد في الفتره هذه بان ما خصناش ننساو بان الا بغاو يطيحوا اقتصاديا فنزويلا بامكان ديالهم، لان اوجوردي الفنزويلا هي في واحد الظروف اقتصاديه يعني جد هشه. التضخم وصل 300%، يعني اسعار والغلاء ديال المعيشه والى اخره. لو سالير دابا راه في حاله $130، رغم انه كان هذه واحد 10 سنين 180 ولا $190، باش يزيد القدام رجع للور. سا سي اون شوز. والحاجه التي تزعج امريكا ولكن يعني فيها خير لفنزويلا ان 75 الى غايه 80% من البترول الفنزويلي يصدر الى الصين. اذا يمكن تمتين الآلة الصناعية الصينية أن تتوفر على احتياط، على خزان ديال المحروقات وعلى احتياط جد مهم. وهذا ما يزعج أمريكا، لأن هما الهدف ديالهم ماشي فنزويلا، هو إسقاط الصين، لأن المنافس على المستوى العالمي الأول والأكبر لهم هو الصين، هو الذي يملك رصيدا كبيرا من الديون الأمريكية. شدهم الصين شدهم، هما اللي تيخلصوا العجز المالي الأمريكي، شداهم الديون حتى العجز المالي، لو ديفيسيت بودجيتير، وخرج لأنه أمريكا عندهم ما يسمى بالتوين ديفيسيت، عندهم لا ديت وعندهم لو بودجي بجوج. خرج تقرير مؤخرا استاذ اللي تقرير امريكي اللي تيقول باللي tu peux pas le cacher bien sûr. في حالة الحرب إذا كان وقعت الحرب، خصوصا فيما يتعلق بتايوان، فأمريكا ستخرج منهزمة أمام بطريقة لا يمكن أن يتصورها ناحية القوى العسكرية الصينية. غادي وهادشي المعلن عليه les armes stratégiques, les armes stratégiques, les armes longue portée, les radars, l'espionnage et tout. الصينيين يعني وخاصة les Chinois sont partout. Il y a une grande communauté des Chinois d'Amérique. وما عرفتيش اللي كيتجسس، اللي ما كيتجسس، اللي كيخدم، اللي ما كيخدمش. يعني عندهم ils sont partout dans le monde و ils sont en interconnexion مع leur pays d'origine دابا. مع ملي توقع الانفتاح وداك الشيء، واحد المجموعه من هاد الصينيين كيرجعوا وكيولوا البلاد اللي كيعيشوا فيه. دونك سي تري كومبليكي. امريكا اليوم ليست قادره على خوض اي حرب، وشفنا شنو وقع لها في فيتنام، وحتى في الحرب ديال الخليج. راه ماشي حرب اللي دارتها بوحدها، راه الحرب الاولى ديال العراق راه كان فيها العالم كامل، كان فيها حتى المغرب، راه كان فيها المغرب، كانت فيها مصر، كانت فيها سوريا، كان فيها الأردن، كان فيها دول أوروبا كاملين، مجموعة من الدول ديال أوروبا الشرقية. دونك ما دارتهاش بوحدها. وديال الحرب ديال الخليج الثانية ولا الحرب ديال العراق الثانية كانت فيها اسبانيا، كانت فيها ايطاليا، كان فيها الدنمارك، كان فيها غراند بريطان، يعني ما كانتش بوحدها. لكن أستاذ سؤال هنا، هل الصين ستساعد فنزويلا ولا البريكس
بيان سور ستساعد فنزويلا لان غادي تنزل الامريكان مباشره ولا غير مباشره، لان الصين كنشوفوها ما غادي ستدعم الصين ستدعم الصين فنزويلا في مجلس الامن، واحد المجموعه ديال الاماكن ستدعمهم، غتجرر معها في داك الشيء روسيا غتمشي معاه، وغادي يكون يعني نقاش حاد الى اخره. وترامب اعتقد يعني على حسب الوعود اللي كان عطاها لا يمكن لامريكا اليوم غير مع اسرائيل، راه شفنا شنو وقع لهم. راه مؤخرا هذا الشهر هذا كاين واحد المقال ديال سيرج اليمي في لو موند ديبلوماتيك حول الازعاج ديال اسرائيل لامريكا، رغم ان اسرائيل هي الحليف الاول ديالها هو امريكا، وان اللوبي الصهيوني الايباك هو المدعم الاول لترامب. رغم ذلك اليوم تبدا علامات الانزعاج يعني داخل الاوساط الامريكيه، كان الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي، من التصرفات ديال اسرائيل التي لا تحترم التعليمات التي تاتيها من امريكا. اذا ما باغيينش الحرب. ترامب هو جاء على اساس انه يمشي يخوي لي كيسفا لي كوفر فور ديال الخليج باش يصاوب لي زانفراستركتور. عرفتي الاخت دنيا، الى مشيتي يعني الولايات ديال الجنوب الامريكي بحال اللي راكي في الحوز، بغض النظر على الاجرام، على المخدرات، على القمع، على الميسيريه، على هذه والبنيه التحتيه يرثى لها. اذا هو بغى فريمون يخدم ديك المناطق، دونك ديزون ديفلوبون دي انفراستركتور دي زومبلوا في ديك لي ريجيون، اون بو ريدوير لا فيولونس، pour réduire le trafic de drogue, on peut réduire beaucoup de choses. Donc هو هذا هو لا سيبل ديالو. دايوغ راه كان طلب ان مومون السعوديين والاماراتيين والقطريين باش يجيو يبنيو لي زوتوروت ويديروا البياج بيان سور بحال داك الشيء اللي في اوروبا، ولكن الاستثمار كان خصو يكون خليجي باش يخلقوا دي زوتوروت مثلا ديال لو سود دي زيتازوني. دونك امريكا راه بزاف الناس كيشوفوا ديسني لاند، كيشوفوا لاس فيغاس. سي با سا لي زيتازوني راه فيه 50 ولايه، راه هي ابان ان ديزان ديتا اللي فيهم شويه ديال الضوء ومركزين فيهم اكبر الجامعات الى اخره. دونك لو ريست راه سي دي زونيفرسيتي اورينتي سبور، دي زونيفرسيتي اورينتي فريمون دي تروك تكنيك، راه سي با دي زونيفرسيتي كي فابريك دي سيرفو، راه كتخلق دي ميكانيسيان، كتخلق لك دي بلومبيي، دي تروك كوم سا. دونك امريكا راه والله الا كارثه بارابور للصين ولا بارابور روسيا، كارثه راه غير كيبخوا علينا بديك حقوق الانسان وهذه، ولكن راه كوارث. اكبر اجرام في العالم، اكبر دوله اللي تستهلك المخدرات الا جيتي تقارنها مع الدول ديال الغرب بما فيها روسيا، الدوله اللي فيها مثلا لاكسي وسوان سونتي المكفس الاكبر في هذه الدول هذو، يعني عندها ان كرون روتار. نعم استاذ. راه كاع المتقاعدين مثلا ديال امريكا شنو كيديروا ملي كيوصلوا لواحد السن ديال التقاعد؟ اما كيجيو لاوروبا، اما كيمشيو لكندا باش يستافدوا من التغطيه الصحيه ديال هاد الدول هادو، لان لا توجد تغطيه صحيه بلادهم. باش نكونوا واضحين. نعم، اللي رجعوا لفنزويلا استاذ، ما قراءتكم للاحداث اللي يمكن توقع انا لا اعتقد، انا اعتقد غنبقاو في لو ستاتيكو، مي لو ستاتيكو ني با بون بور فنزويلا، لان هناك حصار عليها، حصار اقتصادي اكسيتيرا. اذا غيكون كارثي ويمكن غيخلق لها ما يسمى فوضى اجتماعيه، يعني غادي يخلق لها اضطرابات اجتماعيه، لانه واخا الناس اللي كيدعموا لو سيستيم ان مومون ملي غيوصلوا للهشاشه الاجتماعيه وغيوصلوا للفقر وغيوصلوا لهذه غينتفضوا على مدار. هنا استاذ اللي خاص يجي الدور ديال الصين وروسيا والبريكس من اجل مساعده فنزويلا. اكزاكتومون انا كنت غنوصل ليها وسبقتي ليها وشكرا. اذا هنا كنظن غادي يدخلوا مثلا الروس اللي ديجا في بار لو باسي مع كوبا، غادي يدخلوا باش يدعموا بالزراع مثلا بالحبوب، لانهم سون دي بلو غران برودكتور ديال لو بلي. اوجوردي عندهم ان اكسيدون، ما كيبيعوش داك الزرع ديالهم لاوروبا، بقاو حاصلين فيه. اعتقد ان غيجيبوه لفنزويلا، والصين يمكن ان تدعم باشياء اخرى، يعني غتدعم باشياء اخرى.
لان حتى الصين ما عندهاش الاكتفاء الذاتي ديال لاليمونطاسيون، لان الرز ديالهم كيجيبوه من الفلبين، من فيتنام اكسيتيرا، ولكن روسيا عندها الفائض الغذائي في الحبوب وفي واحد مجموعه ديال الحوايج. اذا هنا غادي يجيبوهم من فنزويلا. دونك اعتقد بان الناس في فنزويلا لن يموتوا جوعا. فيما يتعلق ب يعني لي غاز والشوفاج وداك الشيء، راه فنزويلا عندها باش تطيب، باش تسخن، باش دير فوالا، ولكن غيبقى يمكن تاديه اجور الموظفين وداك الشيء اللي غيكون شويه صعيب. أستاذ، شفنا باللي الرئيس الفنزويلي دار شكوى ولا شكاوى في الأمم المتحدة ضد أمريكا بخصوص ما اعتبره تصعيد غير قانوني في حقها. كتشوف أستاذ باللي مازال القانون الدولي يقدر يدير شي حاجة ضد أمريكا في المستقبل؟ نعم. القانون الدولي ما غيدير حتى شي حاجة، ولكن غيمنع أمريكا أنها تهجم. ربما روسيا والصين غيمنعوا امريكا انها تهجم على فنزويلا. هذا الشيء اللي يمكن يديروه، ولكن غيبقى يعني غادي يستعملوا اداه اخرى. هذا ما حدث مثلا مؤخرا، الا جيتي تشوف في دوله اللي عرفت الويلات لمده سنين وسنين اللي هي الشيلي، ها هي اليوم الشيلي تشهد رجوع اليمين المتطرف العنصري للحكم، وهذا كله عمل ديال السيا وامريكا. يعني رجعوا للحكم الامريكان عبر هذا اليمين المتطرف. هذا الشيء اللي غيوقع في اسميتو. ما خصناش ننساو بان المرشح للانتخابات المقبله راه كاين، هي الحاصله على جائزه نوبل للسلام. يعني فضيحه، والله الا الفضيحه. ولكن هذا تدعم اسرائيل اكبر جينوسيد. فوالا، دونك غادي تكون الحمله ديالها الانتخابيه شرسه جدا ومدعمه ماليا من الخارج، وخاصه من الكيان الصهيوني واليهود الامريكان. اذا اعتقد بان الايام ديال مادورو ستكون معدوده. ولكن استاذ، شفت باللي الشعب الفنزويلي مع مادورو؟ ماشي كل شيء. نعم، ماشي كل شيء للاسف. نعم. الفقراء وي، ولكن حين يكثر الفقر، وكي كيقولوا عندنا احنا كاد الفقر ان يكون كفرا. يعني ملي كتكون جيعان، يعني كاين مجموعه ديال العائلات يعني ترى بناتها تمارس الدعاره من اجل كسب القوت اليومي. كاين واحد مجموعه ديال الانحلالات الاخلاقيه اللي كتوقع. الفقر خطير جدا. واخا كيكون عندك قناعات ايديولوجيه، قناعات فكريه وهذه، ولكن ملي كطيح في الفقر يعني يمكن، وهذا ما وقع للشيلي. لان الشعب الشيلي شعب المثقف عانى الويلات مع بينوشي اكسيتيرا، مع الديكتاتوريه العسكريه، ولكن في الاخير للاسف هما رجعوا يعني الشبح الاسود هو اليوم يصل الى الحكم. كنتمنى استاذ باللي ان دوله الصين العظمى تتدخل وتعاون باش ما يبقاش في هاد يكون هناك توازن، ما تكونش فقط هناك قوه ظالمه طاغيه في العالم، ويكون هناك توازن، ودخل الصين وروسيا ودول البريكس من اجل خلق هذا التوازن. لان للاسف القانون الدولي ما بقاش بزاف الناس كيثيقوا فيه، خصوصا ما وقع وما يقع في فلسطين. نتمنى على ان هناك يتخلق توازن ويكون هناك اتفاق، وان الصين تلعب دورها كدولة عظمى وكذلك احد المؤسسين ديال النظام الدولي، كذلك روسيا. وسان كذلك كنتمناو من امريكا اللي كتهضر على حقوق الانسان ونظام شرعي وغير شرعي. ما بانش لهم المغرب نظام غير شرعي القائم حاليا وحقوق الانسان. وهنا كيأكد الاطروحه ديال ان بعض الناس اللي تيقولوا ان ما يهم ترامب وامريكا ولا خصوصا النظام القائم ولا حكومه ترامب هو فقط الاستحواذ على الثروات الطبيعيه، وخصوصا ما يخليوش الصين على انها تفوتهم اكثر ما هي فايتاهم. دونك هذا هو التلخيص اللي نقدر نقوله. شكرا لكم الاستاذ محمد البطيوي على كل المعلومات التي امددتنا بها، ونتمنى في الاسابيع المقبله نقولوا شي حاجه اللي مزيانه اللي تمشي في صالح البشريه جمعاء، ولا في صالح هذا الكوكب الذي نعيش فيه. وما نبقاوش فقط نشوفوا الطغاة
اليمين المتطرف تيطلعوا الناس وكن فقط كنتكلموا على نتمناو الخير لهذا الكوكب. شكرا الاستاذ محمد شكرا لك الاستاذه دنيا على الاستضافه. شكرا وشكرا يعني لهذا البرنامج انه متواجد يمكن لنا الاتصال مع المغاربه ومع كل يعني المتتبعين العرب. دونك شكرا جزيلا. اللقاء ان شاء الله. شكرا. ادعو المشاهدين الكرام على انهم يدعموا القناه بلايك لهذا الفيديو والبارتاج، لان القوى الظالمه في العالم تحاول على انها تسكت الصوت ديال هذا البرنامج، لذا تستعمل ذاك الباور ديالها من اجل على انهم يسقطوا القناه. المرجو من المشاهدين الكرام انهم يلايكيو لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو، خليو كذلك الراي ديالكم اسفل في التعاليق من اجل على انكم تقولوا ماذا تعتقدون في هذه الاربع نقاط التي تم تداولها في هذه الحلقه. شكرا لكم مره اخرى الاستاذ محمد بطيوي. شكرا للمشاهدين الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم. باي. شكرا لك.